كان يا ما كان، في مدينة تطل على أمواج المتوسط، هناك في طنجة، ولد طفل في الأول من مايو سنة 1935. لم يكن يعلم أحد أن هذا الطفل سيصبح يوما أحد أعظم المهاجمين في تاريخ الكرة المغربية والفرنسية على حد سواء. اسمه حسن أقصبي. بدأت حكاية حسن في شوارع طنجة، حين كان يركض خلف الكرة في الأزقة الرملية. موهبته لفتت الأنظار، وقلوب العاشقين للكرة تعلقت بتسديداته. لكنه لم يذهب إلى أوروبا مباشرة، لا، بل قرر أن يبدأ الرحلة من العاصمة، من فاس، ومن هناك إلى الرباط، حيث سطع نجمه في صفوف الفتح الرباطي. ثم جاءت اللحظة الكبرى، سنة 1955، شد الرحال إلى فرنسا، وهناك بدأت أسطورة نيم الأولمبيك. 6 سنوات كاملة قضاها في نيم، سجل خلالها 119 هدفاً في الدوري فقط، وأصبح الهداف التاريخي للنادي، وواحداً من رموزه الخالدة. لكن قصة أقصبي لم تنتهي هناك، بل انتقل إلى ريمس، الفريق الأسطوري الذي لعب له دي ستيفانو وكوبا، وهناك توج بلقب الدوري الفرنسي سنة 1962، وأضاف أهدافا لا تنسى، منها من حفر في شباك الفرق الكبيرة، ومنها من رسم في ذاكرة الجماهير. رحل بعدها إلى موناكو، ثم عاد إلى ريمس مرة أخرى، قبل أن يختم مسيرته في أحضان الوطن، رافعاً راية الفتح الرباطي من جديد، ومتوجاً بكأس العرش سنة 1967. أما على مستوى المنتخب المغربي، فقد دافع عن ألوانه ل10 سنوات، ووقف بشجاعة أمام الإسبان في تصفيات كأس العالم 1962 في مواجهة دي ستيفانو نفسه. ورغم أنه لم يشارك في بطولات كبرى، فإن إرثه في قلوب المغاربة والفرنسيين لا يزال حياً. حسن أقصبي أسطورة هجومية، ظلم إعلامياً، لكنه لم ينسى أبداً من قبل من عشقوا الكرة الحقيقية. هذه كانت قصة أسد من أسود الأطلس، هداف لا يرحم، ورمز لا ينسى.